يعرف خاطر أصابها الاتهام بالجملة. ونزاهة الانتخابات أيضا اليوم هي محل نقاش. أولا وقبل كل شيء المسألة هذه ما عندها حتى علاقة بالانتخابات. يا قلت إذا كان حكاية الزوز كراب ما عندهاش علاقة بالانتخابات، أمال السبسي كي قال أنا مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة زعما يقصد أنه مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة في بوركينا فاسو مش في تونس؟ ولا يكون شي ماشي يبيع بيهم المعدنوس والفجل ويدور بيهم من سوق لسوق؟ ثانيا هي ماهيش هيبة. يا عبد العزيز القطي تقرا معايا اش مكتوب في الوثيقه. شوف يا اما انا لابس مرايات لوح ولا انت ما تراش، اختار حاجه منهم. توفير وتمكين السيد الباشا قايد السبسي من سيارتين وما هماش سيارات فخمه، صحيح هي سياره فخمه. كيفاش يا عبد العزيز بالله عاود قلت وما هماش سيارات فخمه، صحيح هي سياره فخمه. يا عزوز ثبت روحك، توا السياره فخمه ما هماش سيارات فخمه. يا قطي كانت تستبلى في التوانسه ياسر، وكان قاعدة تبولد ياسر، وكان قاعدة تدروش ياسر، يعني هما فخمة هما مش فخمة وراهم هيبة وما مش هدية. تمام مش مشكل يا عزيز، تو نهاري ثلاثة كجماعة الصفحات الانترنت والمواقع الاجتماعية يشعلوها وتطفى الحكاية. يا ودي مادام علم التونسية وقناة نسمة وتونس 7 طفوا الضوء ولا يمكن الأمور مريقلة. المهم تجيبش تقللنا ثمشي فلوس مع الكراب. لا مستحيل. يعني تحب تقول لي يهديوا لكم زوز كراب بلندي متكلفين عليهم ب100 الملايين، اما الفلوس ما ثماش. يا قطي كيما يقول المثل غيب يا قط العب يا فار. تقول مش هيبه سلف هو؟ لا مش سلف هو. حتى انت اللي تعور فيه قداش عقلك الصغير. تو اذا كان مش هيبه وما مش سلف يكونوا كان رشوه. تم تقديمها من اجل يكونوا على ذمه السيد الباشا قايد السبسي. ايش معناها على ذمه الباشا قايد السبسي؟ هما باسم وزاره الداخليه، يعني تحب تقول لنا ان وزاره الداخليه هي فونت كوميرس للسيد الباشا قايد السبسي وهي على ملكيته الخاصه؟ هكاش لازم نفهم احنا. واحنا في نداء تونس نظرا لانه نحترموا الدوله ونحترموا مؤسسه الدوله تم اعلام السلطات بذلك. استنى حبس شنو تم اعلام السلطات؟ دي مش قلت هذوما داخلين باسم وزاره الداخليه وماشي لوزاره الداخليه في اول حديثك؟ الكاركريز باسم شكون؟ السيد الباشا قايد لا مش يكونوا باسم الدوله التونسيه، باسم وزاره الداخليه. يعني تحب تقول لنا وزاره الداخليه مع البلاش بالحكايه ونداء تونس هو اللي قللها كل شيء، او بصيغه اخرى انه الامارات بعثت الكراب لوزاره الداخليه اما غلطت في العنوان، عاوز تعلم وزاره الداخليه بالكراب علمت الباشا قايد السبسي. ومش باش يكونوا باسم اي شخص اخر. ماهوش باسم نداء تونس ولا الباشا قايد السبسي. لا مستحيل. يا قطي يزي متبلعيد، تو كان الحكايه كيما تقول انت، ديما لي مرات تبعث لوزاره الداخليه تقول لها عندك زوز كراب في الديوانه خرج مراهم هبه من عندي. يا قطي صفرت لي مرات اتصلت مباشره بالديوانه نهار 24 جويله وقلت لها عندي طياره مش تجيب زوز كراب للباشا قايد السبسي هبه. اشبيه ما اتصلتش بوزاره الداخليه او بوزاره الخارجيه؟ وتزيد في الرساله يا قطي مكتوب نحب تسهلونا استلامه من قبل الجهه المرسلتان اليها، يعني للبجبوش يا قطي مش لوزارة الداخلية. كيفاش تمت العملية؟ هو راهو ما تمش طلب السيارات هذه. ما تحب تقول اللي مرات وحدة تلوج على حماية الباشا قايد السبسي؟ الله شو كالدرش والمقلوبة يا سيدي. وعلاش ما بعثتش فرد مرة لبقية الشخصيات في تونس المهددين بالقتل إذا كان نيتها طيبة وما عندهاش حتى نية فاسدة؟ وقت اللي الزيارة الأخيرة نتاع السيد الباشا قايد السبسي لدولة الإمارات بطلب من دولة الإمارات وباستدعاء رسمي من دولة الإمارات. أيوة صار هما استدعوه وطلبوه باش يجي، وبعد مدة يبعثوا له 2 فواتور بلندي من أعلى طراز يتكلفوا بمئات الملايين هكاك لله في سبيل الله. حقا كان بوهم صاحب سي الباشا قايد السبسي.